في أولى تصريحاته بعد الانتخابات، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكشف عن موقفه من خوض الجولة الثانية. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو. لنبدأ على بركة الله. اجتمعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، وبدأ الاجتماع المغلق في مقر الحزب في تمام الساعة 6:10 من مساء هذا اليوم. وعلم في الاجتماع أنه سيتم تقييم انتخابات الرئاسة التركية والدورة 28 لمجلس النواب. وقد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موقفه من خوض الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة التركية، وتحدث وأدلى بعدد من التصريحات في مقر حزب العدالة والتنمية لهذا اليوم. وقال: سنوفي بمسؤوليتنا تجاه شعبنا العزيز ونرقد بلا توقف، ونحن يملأنا العشق حتى جولة الإعادة. لقد أنجز شعبنا الانتخابات التي تعد واحدة من الانتخابات الأكثر مشاركة في تاريخنا في أجواء تليق بديمقراطيتنا. لقد حافظ شعبنا على حريته على الرغم من تأثير سياسات التضليل وأغلفة المجلات والأوامر التي تأتي من الخارج. لقد أثبتت تركيا بأنها واحدة من الدول ذات الثقافة الديمقراطية العالية عالميا. نذهب لجولة إعادة على الرغم من أن الفرق بيننا وبين منافسنا 2 مليون ونصف صوت، وبفرق نصف درجة مئوية فقط. وقال أيضا: باعتباري سياسي لم يعرف طوال حياته قوة أكبر من الإرادة الوطنية، ولم يحد قط عن الطريق الذي اختاره الشعب. اليوم نقف ونحترم هذه الإرادة التي تجلت في الصناديق. سنضاعف الأصوات التي حصلنا عليها في الانتخابات، وسنشهد فوزا تاريخيا بعون الله، وسنخرج منتصرين في جولة الإعادة. بدأنا اعتبارا من اليوم العمل من أجل جولة الإعادة، وأريد أن أخبركم أني أطلب صوت جميع مواطنينا أيا كان توجههم السياسي. وأيضا أدلى المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الطاولة السداسية في تصريحات جاءت على تغريدة له على تويتر، حيث قال: شعبي العزيز، نحن نعمل دون توقف منذ يوم أمس. إياكم والاستسلام لليأس. أنا سأقف شامخا، سأخبركم بملاحظاتي الشفافة والدقيقة حول ما جرى. بعدها سننهض ونفوز معا في هذه الانتخابات. في نهاية المطاف لن يحدث إلا ما يقرره الشعب. هذه أبرز التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا التي أدلى بها المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو بعد الانتخابات التركية التي لم تحسم بعد، حيث حصل الرئيس التركي على 49.5 تقريبا درجة، وكان يجب أن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات حتى يتم حسم هذه الانتخابات. هذا كان أهم ما لدينا مشاهدينا الكرام بهذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. أترككم بأمان الله، والسلام عليكم.